عمرو. يا استاذ لسه لو سمحت اجلس وانت عارف اجلس. ضرب زيد عمرو. يا استاذ لما اسمع ضابط. انت وين منضبطك؟ ضرب يعني الفاعل، هذا مثال يضرب به. زيد الفاعل. استاذ قول لي انا شرط لا تسخنا بزيد وعمرو هؤلاء. قول لي انا شرط مو انا عضلت انا. اقول لك لو سمحت اجلس. انا تخانش كذا اصحابي. ضرب زيد عمرو. ضرب زيد عمرو. عينك كنا ضرب زيد عمرو ابو الله. جلس بعدك جلس. عفوا ما نصفي لك. الحين بنعيشك معي. انا يلا ادعوا من الف. انا الحجه عندي حماجش في العصر. اجلس مكانك. وليش بتجيب العشش عمنا ناخذ منك؟ ما عاد انا زيد وعمرو هذا اللي بتكون. لا انا خير زيد وعمرو. لا اخر مره اقول لك اجلس. ايوه انا المشكله. اقول لك اجلس. قلت لكم منه. اقول لك انا هذا انا ساكت لكن ما اقول لك كلمه والله ما اعرف. ضرب زيد عمرو. هو زيد الفاعل عمرو المفعول به. ها فهمتوا؟ شوف زبطك. هذا من هذا أنت؟ وهذا الأستاذ. ها هذا أستاذ. أيوه. الله أكبر علي. يعض ابني أنا. يعض ابني هذا الحمار. أنا يعض ابني. ما سويت لي من مصيبه. ما شي تخليك لي المدرسه انت. ما خلوا الطلاب ما فعلت. ايوه على ذكر الطلاب بصراحه يا مدير انا مضايق من التلفونات. لا يمكن ان تكون مره تعليم قائمه في وجود التلفونات داخل الفصول. طبعا لانك ما تشي حد يثبت عليك الجرائم اللي بتفعلها يا مجرم. وين جرائم؟ ما فعلت امس. ما سويت امس الفصل. اذكرك لا تكذبش. كل شيء موثق. اسمع. انت اخرج خارج. اذا جاء ولي امر الطالب هذا لا تخلي شيء يدخل الا لو مدعيك. طيب تمام. اخرج يلا. تحرك. قل قلبك. تفضل. تفضل يا ايها المربي الفاضل. تفضل يا استاذ. هذا انا. اسمع. هذا التعذيب عندنا في المدرسة. هذا الوحشية عندنا في المدرسة. انشد شلني انت، انشد وديني انت. لا. ما شي تفعل بي انت، ما شي تسوي بي. الموضوع مش زي ما انت فاهم. هذا الضرب ما رضيش يسكت ولا رضي يتأدب. يا ابني لو سمحت اجلس. يا ابني لو سمحت تتأدب. يا ابني لو سمحت تسمع. لا سمع ولا خلى زملاء يسمعوا. ما مش معي استاذ اضطريت ان انا احصي عندك حصه بسيطه. عندك تشتي عصيان. فعلا تشتي عصية بس عصية في جلدك. قل لي أين أستاذ الحمار هذا أين هو؟ قل لي أين هو هذا والله لا أشرب من يا بدي افهم نقول انه ماشي يقصد انه محترم انه لك صعبه وياه هكذا ها والله انا نفسي مع عيالي لكن اخلص. ها اخلص. البس ماما البس بقول لك. لا بس هذا ما بدينا معه. الرجال في الباب. ما يجي والله لا حلق في الكتاب. الله ما عاد بالبلاد يا أسرة الله. تعال هذا بتدور لي بالهذا انت. البس يلا بسرعة. أين هو هذا الأستاذ ولا بدي؟ هو الاستاذ. هيا يا عباد خرج خارج الانفاق. ما هو هذا يا أستاذ؟ ما هو يا مدير؟ أنا قلت لك لا حد يزعله، لا حد يغثيه، أديت له هذا على أساس إنه يرتاح، ولا أديتيه لهذا البغل يقحصبني. أين هو والله لا أشرب من دمه، لا أدفن أبو حي. قل لي أين هو؟ لحظة. لا ما نصبرش عليه لما تجي أنت أدبنا. قد أدبنا إحنا ابنك وابننا وأكثر. يا أستاذ فصلنا دردحنا زكنا على المدارس كلها الخاصة والحكومية. لا حد يشغله ولا حد يتعامل معه. خلاص يا أستاذ قطع الراس ولا قطع المعاش. ما عنف عن نقتله. يا أستاذ لو تعرفي. عرفته. قصدي ما دام هو ابنكم اكيد حيقع مثلكم جوهر. ولد جوهر صحيح. إحساس مرهف. فنان في كل تصرفاته. ويجي هذا الحمار هذا البغل الأستاذ يقحصبني. احنا والقى والله لا اشرب من دمه وادفنه حي. بالله يا الحجي عندكم حب الله
حنا قصدي الحكي عم بيدلعوا على اساتذه ولا المفروض ما يكونش يضاربوا. والمشكلة الثانية يقوم يشهر بابني في الرسائل في التلفونات. هذا أستاذ، هذا حمار باغل أين هو؟ أنا يا أستاذ اتفقت أنا وأنت اطلب ما اشتهيت، بس ابني لا أحد يغثيه، لا أحد يزعله، ويجي هذا الحمار هذا الأستاذ هذا حقكم هذا البغل. أما من ناحية بغل فهو بغل. مليون بغل هذا هذا الحمار. بغل. من ناحية حمار فهو حمار. نعم. لكن خلاص كيف؟ حمار ورحل. خلينا نفهمك ما هو الإجراءات اللي اتخذناها علشان تعرف إن خاطرك عندنا مشو هين، وإحنا يعني مهتمين إحنا نراضيك أنت والمحروس ابنك. شوف هذا الأستاذ، يلا شوفها سوا. أيوة شفتها. بسرعة على حلاء، بسرعة على الدلع، بسرعة على اللطف. هذه من أفضل المدرسات الموجودات في المدارس. والله إن إحنا إن إحنا اشتريناها زعما النادي يشتري حقها اللاعبين، دفعنا فلوس مترترة. ليش؟ علشانك وعلشان ابنك وعشان تعرف ان خاطركم ما هو شيء عندنا. هذا الأستاذة حتكون الأستاذة المسؤولة المباشرة على ابنك. يعني يتأكد من هذا الخبر كله؟ الله المستعان. ما قلت يا أستاذة؟ يعني في وجهش هذا الخبر؟ حاضر أطرح في عيني. خلاص، المهم ان الوالد في وجهش وانا مطمئن، ولا ما هذا المدرس انا وراه طال الزمان او قصر، بعد هذا الله يلعن الله مدرس. جاي ما تفعل. رد عداه في الباب عشان ندعي. رد خلينا نخلص من المشكلة. ايوه اسمع، هذاك هتدرس الوليد. ادرس وانا ابله. كان كيف تشتي؟ هلا لازم تعوضوه عن هذا الضرر وذاك حصته وشمت به وشهرت به في تلفونات ولا خلاص؟ لا بعد يعني تلفون جلس هم العيال يسوون جلس احنا بنقول لك مسؤول دبل مع تلفونات. جلس شويه وهدأ وتهيأ شويه ونطلعكم من الفصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوكم خلوكم على راحتكم ولا حدكم ولا شيء. ارتاحوا. احنا اصلا يهمنا راحتكم، وانا نبهت على اداره المدرسه انهم يخلوكم على راحتكم وعلى المدرسين انه كلكم لازم تكونوا مرتاحين في المدرسه. فهمتوا؟ ومعاكم شكوى ولا شيء؟ وهذا اللي حصل حتى امس. ايوه خلاص. انا باسم الاداره اعتذر عن ما حصل امس، لانه اللي حصل امس غلطه لكن احنا صلحناها وانتهى الموضوع. ولا يجي تدخل المدرسة ابدا ولا عاد تشوفه ابدا. لكن يا صدق الرسائل منشورة في كل التلفونات حسب الحادث حق امس حق عبد الجبار. الرسائل ايوه انا عارف، ولذلك احنا اقول لكم قد اتخذنا ضد اجراءات وعاقبنا، وهذا الموضوع خلوا علي انا احله. بالنسبه لابوك يا اخ عبد الجبار احنا قد اعتذرنا له، بس عاد شويه محتاج منك كلمتين توعدني. انا عاد اوعدك لكني ما جيت ادخل المدرسة. ما عاد يجيش يدخل. خلوني دالحين استحملوني دقيقه واحده يا حبايبي ابشركم بالخبر اللي يجي لكم. انا اليوم تعويضا لكم عن ما حصل امس اديت لكم استاذه من افضل الاستاذات الموجودات في المدارس، الاستاذه شيرين. وانا قد وصيتها عليكم وقلت لها تخليكم على اقل من راحتكم، لكن انتم شويه دراسه وشويه لعبه تعاونوا معها. اتفقنا؟ وعدوني. اتفقنا؟ يا استاذه هذا فصلك قدامك، هذا احسن فصل عندنا في المدرسه وكلهم طلبه من الاوائل، وانا متاكد انهم حيكونوا معك مرتاحين وما عاد تسوي شيء. خلاص؟ هيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي كبير هاي جزم رشان خلق التلفونات. رشان خلق التلفون خلص. ايوه رشان لما نبدا الحصه كون خلقوا التلفونات، بعد ما نخلص الحصه افتحوا التلفونات على اساس بدنا نناقشوا قضيه الشرق الاوسط. نبدا الدرس. ضرب زيد عمرو. عادي الدرس ضرب زيد عمرو. لا رضيت تحلو من هذا زيد عمرو، امس قد فعلنا كثره هانت من ذمتي.
والله ما لي علم يا عم، هو قال لي اني قريبه من هنا. قومي رويني عيني، قومي. وين علاه طيب لو ما يجي؟ ما عاد شاريعش كذاب يقولوا بيقحص الناس، اشتري اسير ابشر معه. لا قومي رويني قومي. يا اخوان هدوء رجاء، ارجوكم خلونا ننظم الحديث عشان نفهم على بعضنا البعض. يعني انا طلبت انه يكون اجتماعنا هكذا موسع ونلتقي مع بعض عشان نتكلم في موضوع الرساله التليفونيه هذه، لاني بصراحه قد اخذت اكثر من حجمها واكثر من حقها. اسمع يا مدير، احنا ما جيناش نجتمع معك هنا. ادي لنا الملفات حق اولادنا، جينا نسحب ملفات اولادنا ونمشي. صح، لازم ان احنا اسمع، انا شوف يا استاذ، ابني ما يجلس ولا دقيقه ولا ثانيه ولا لحظه عند المتوحشين. لا 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 لا. انا سحبت ملف ابني من المدرسه الاول الى هذه المدرسه، والان ندمان ان انا اديت الملف هنا. انا مقدر انه يعني انزعاجكم شيء طبيعي، وصدقوني هذا اللي حصل ازعجنا بنفس القدر الذي ازعجكم انتم، بس ادونا فرصه نشرح لكم ما حصل. اولا نحن هنا في مدرسه علمي علمك النموذجيه، ليس لنا علاقه بالشخص الموجود في الصوره المدعو عباس. هذا الحيوان، ايوه هذا البغل، هذا الحاقد، هذا الموتور، هذا طلع في مؤامره استهدفت المدرسه واستهدفت طاقم التدريس واستهدفت الاداره في وقت واحد. لانه هذا طلع في فتره كان الفصل فيها شاغر، خرجت ابله لظروف خاصه، جلس الفصل شاغر فتره، طلع هو حدد الوقت، طلع من عملته وخلى من يصوره وانتشرت الصوره بهذا الشكل. يا جماعه احنا امام مؤامره، عمل محبوك ضد المدرسه، الغرض منه تشويه المدرسه هذه. وفي ناس حتى بيننا يهمهم جدا ان المدرسه هذه تتشوه وان انتم يعني تسحبوا اولادكم منها. لكن احنا ما يعني لما خرجت الابله المذكوره احنا ما خليناش الفصل فارغ، يعني مده حصه وحصتين، وقمنا اداره المدرسه فورا استدعت الاستاذه الفاضله الابله شيرين عشان تحل محل الابله اللي راحت، واعتذرنا من ولي امر الطالب وسلينا الطالب وانتهى الموضوع وصلى الله وبارك وخلصنا. اسمع يا استاذ، لا شيرين ولا ميرين، قلنا لك ادي الملفات حق اولادنا نروح، ما عاش ندرس اولادنا هنا عندكم. صح، مرتي قالت نسحب الملف. قالت مرة اسمع، لو سمحتي يا انسه شيرين، ممكن تشوفي بس كيف سوى الطفل كيف اكله؟ قد اعتذرنا له واعتذرنا لولي امره وانتهى الموضوع. لو سمحت خلي الانسه شيرين. اسمعي ابصري. لا ما تحملش. المرأة دوخت، مش يسحب المرأة. احنا لازم نسحب ملفات الاولاد من هذه المدرسه، لازم والان. هذا وحش، كيف مدرس يعض طالب بالشكل هذا؟ المفروض تفحصوه. يا جماعه الامور اتضحت وبانت، اليوم عضب في يده غدو في رجله، ابحثوا، الفحص ضروري. ابروا لكل طالب لازم مدي، ابحثوا، اسحبوا ملفات اولادكم، اسحبوا ملفات اولادكم. مالكم يا نساء وصلوا على رسول الله، مالكم على يسار عباس، ما فعل بكم؟ والله ما بعطف منه ولا اعرق منه. كل الحكايه انه كان بيدرس بالقريه، تطوع بدون راتب، جاي يدرس بالمدينه، وكل امل وتفاؤل انه يلقى مدرسه مناسبه له يخرج كل طاقته ويدرس العيال بكل حب وبكل ضمير، لكنه تفاجأ انه وصل عنده عيال لا هم حق قرايه ولا هم حق تعليم، واولياء الامور للاسف مفلتين لهم على رؤوسهم، لا بيراقبوهم ولا بيتابعوهم ولا يبصروا عيجوا ولا انساروا، والمشكله ان المدي بيتعامل معاهم كزباين، ما عاد ناقص يدي لهم شيشه ويدي لهم دهنه، جلس العباس يشتي يربيهم، يشتي يعلمهم، لانه لا يمكن ان تكون تعليم بدون تربيه، قال لكم والله كيف يقدر يشرح وهذاك بيتصل وهذاك بيرقص وهذاك بيلعب، زي كما الولد هذا بس ما كذا، كم بيك حسن على اساس انه حيحسك حساء ابويه بكل حب، فعلوها قصه وحددوا ونشروها وهذا اللي بيدوخوا اللي بيكوا خلاص، ها بالاخير اضطر نتواطئ مع المدير لانه مضطر ايش يعمل؟ خلاهم يمشوا على عقولهم، لانه يشتي يعيش يا رحمتها، والله انه صرف ذهب مرتب عاد خلاها لها تحت الخرس، وعادها
انه لو ما فتح الله علي خليها تلمس ساعه المعشره، لكن جيت حكيت يا ما درش بزوجي عباس، ومنين بتعرفي زوجي عباس، وما درش انني بعت الذهب حقي، وانه حيخليني البس ساعه المعشره، انا اشتغلت الحين اين زوجي عباس؟ انت المدير، اين زوجي عباس؟ وزوجي عباس؟ ايوه زوجي عباس. اهلا وسهلا.